السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ان شاء الله هعمل معاكم صينية كيكة بالبرتقال بطريقة سهلة واقتصادية وبمقادير موجودة عندنا في كل مطبخ. زي ما انتم شايفين كده الكيكة طالعة معايا هشة وخفيفة ومستوية من جوه، وما شاء الله عليها طالعة شكل الكيكة الاسفنجية بالظبط. تعالوا بقى نشوف الطريقة اللي احنا عملنا بيها الكيكة ديت مع بعض ازاي. معايا بقى هنا المقادير 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، ومعايا كوباية من عصير البرتقال انا عصراها ومصفياها بالمصفى، وكوباية الا ربع زيت يكون نضيف، ما يكونش زيت من بتاع التومين عشان ما يبقاش ليه ريحة كده في الكيكة وانتوا بتاكلوها. ومعايا كوباية ونص من السكر، ومعلقة خل، ومعايا كيس بيكنج باودر وكوبايتين ونص من الدقيق، وعليهم كيس بيكنج باودر وهنا معايا برضك كيس فانيليا. ضفت اول حاجة بقى في الخلاط هنا الثلاث بيضات وعليهم السكر والزيت، وهضيف عليهم كيس الفانيليا، وهضيف بردك عليهم كوباية عصير البرتقال، وهضيف بردك معلقة الخل. هضرب بقى كل المكونات دي في الخلاط وارجع لكم تاني. هنا زي ما انتم شايفين بقى كده انا ضربت كل المكونات اهوت، ومعايا بقى دي انا نخلاه كويس عشان لازم يخش له هوا عشان تبقى الكيكه كده هشه معانا وحلوه. وضفت له نص معلقه من الملح بظبط الطعم بتاع الكيكه. وهضيف عليهم بردك اهوت كيس البيكنج باودر، او اللي انتوا عندكم بقى تكشف اي حاجه تبقى محسن كيك وخلاص. وهنا كان ابني كان معاه معلقه دقيق من الكيس فقال لي حطها يا ماما، حطيتها هي بالمره. قلبت بقى هنا البيكنج باودر والملح المكونات الجافه الاول، وانزل عليهم بقى بالمكونات السايله. انا حاطه كل حاجه هنا مظبوطه، المقادير هتيجي نفس المقادير دي بالظبط، وتبقى معايا القوام بتاعها مظبوط. هقلب بقى كده المكونات كويس كده زي ما انتم شايفين عشان ادخل لها هوا عشان تبقى هشه معايا كده وتبقى خفيف. بس انا بنزل بس شويه بشويه كده عشان تبقى معايا قوامها مظبوط. اهو زي ما انتم شايفين بقى اهوت الكميه اللي انا عاملاها مظبوطه مع الدقيق اللي انا حطاه. هنا بقى بقلبها قوي كده زي ما انتم شايفين. هوريكم بقى القوام بتاعها هيطلع معايا مظبوط. اهو زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. دي بقى كده خلاص الكيكه معايا كده خلصت اهي. وفي ناس ممكن تضيف لها بشر برتقال عادي، بس انا الصراحه ما حطيتش يعني، بيديها برضك طعم حلو. هنا بقى جبت الصينيه اهوت، ما كانش عندي ورق زبده احطه في قلبها، فانا هدهنها كده معلقه من السمنه عشان بس ما تلزقش مني. انا على فكره انا غيرت الصينيه تاني بعد ما حطيت الكيكه في الصينيه، حسيت اللي هي تبقى كبيره عليها، فانا نقلتها في صينيه تانية لما تستوي هتبقوا تشوفوها يعني. وهنا بقى في الوقت دوت انا كنت مسخنه بقى الفرن، يعني في نص العمايل كيكه كده بفتح الفرن واسخنه عشان تبقى معايا الكيكه ايه جاهزه على السوا على طول. عشان لو انا سخنت الفرن في اول ما بعمل الكيكه يبقى الفرن سخن قوي ممكن يشعف الكيكه معايا وما تبقاش مستويه حلو. هنا بقى لازم اخرج منها الهوا كده وادخلها بقى الفرن تستوي، ولما تخرج هوريكم بقى شكلها عامل ازاي. بسويها على درجة حرارة 180، وما بفتحش عليها الفرن خالص عشان لو انا فتحت عليها الفرن هتهبط مني. زي ما انتم شايفين بقى هي انا كنت بقى نقلتها في الصينية دي عشان انا حسيت ان الصينية التانية الصراحة كبيرة عليها ومش هتبقى حلوة يعني. هنا بقى ما شاء الله هي استوت معايا وطالعة معايا مظبوطة، السوا بتاعها مظبوط. وبعملها بسكينة كده غرزة فيها، لو طلعت معايا يعني مدهونة لسه فيها تحسوا ان هي ما استوتش، لكن هي طالعة معايا ناشفة. يعني النتيجة بتاعتها الصراحة هي زي ما انتم شايفين السكينة طالعة معايا ناشفة هي ومستوية. هي كمنها اصلا كانت لسه سخنة فكنت اسيبها تبرد عشان تبقى متقطعة معايا بردك احلى من كده كمان. بس انا بقى كنت مستعجلة فحبيت اوريها لكم بقى عشان ايه انهي معاكم الفيديو. هنا كانت لسه سخنة مكنتش عارفة امسكها يعني كانت سخنة على ايدي. زي ما انتم شايفين اهي طالعة ما شاء الله هي والمستوية من تحت هي ومن فوق. انا بحب تكون من تحت السوا ده كده، في ناس بتحب يكون هادي شوية فانا بحبه انا كده الصراحة. شايفين ما شاء الله طالعة هي مستوية وهشة وجميلة. جربوها بقى الطريقة دي بقى تعملوا احلى صينية كيكة بالبرتقال. ما شاء الله انا والله عملتها يعني خلصت على طول ما قعدتش.
هاحطها بردك في الطبق اهوت واوريها لكم شكلها عامل ازاي بردك. شايفين ما شاء الله، يعني بافتحها لكم اهيت عشان تشوفوها، مش معجنه معايا ولا اي حاجه ومستويه. جربوها والله هتعجبكم وهتعجب اولادكم. شوفوا هشه ازاي وجميله. هقطع بردك كمان معاكم قطعه هي زي ما انتم شايفينها هي ما شاء الله عليها. بسيبكم بقى في رعايه الله وعناته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.